رد الدكتور النجدي على الدكتور النجدي. إذا كان يستعمل التقية على هذا النحو، نعم التقية عند الإكراه، نقول نعم هذا جائز. ونحن أيضا نقول عند الضرورة. إن شاء الله نقول أكثر من ذلك. إن شاء الله هذا الذي تأتي به تقارن ذلك بما ذكره علماؤك، تقية مداراتية، تقية كتمانية، كما ذكر أخي البارحة. أنتم على دين من كتمه أعزه الله، ومن كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. إذا يقصد لماذا؟ لأنك تحدث انقلاب بالدولة والسلطة، هذا معناه بالاصطلاح الحديث. فكان يقتل الشيعي وراء كل حجر ومدر ويطارد، فلذلك يستعمل التقية، والتقية مبدأ قرآني. فالتقية ليست هي جائزة في كل حال، في حالة الضرورة، في حالة الضرورة فقط، لا تجوز التقية. سأوضح ذلك. أنا أجيبك على ذلك. طيب تجيب على ذلك. نعم. إن شاء الله. من جعل التقية ركنا في الدين حق لنا أن نفقد الثقة به، لا يمكن أن نفهمه أو أن نثق بكلامه. ليش؟ السؤال الذي يطرح نفسه: هل التقية رخصة أم عزيمة؟ ممكن أجابك؟ رخصة نعم. أم عزيمة؟ التقية تجري عليه الأحكام الخمسة، قد تجب، وقد تحرم، وقد تستحب، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مباحة. فمثلا الشيعي عندما يصلي في المسجد النبوي مع أخيه السني، في فتوى الإمام الخميني رحمة الله عليه أنه لا يجوز. كمثال أنت سألت، بس مثال بسيط، أنه يجب عليه أن يصلي مع أخيه السني تقية حفاظا على الوحدة الإسلامية. ثم يعيد الصلاة بعد ذلك؟ لا يعيد الصلاة، هذه تجزيه وانتهت، ويحرم عليه الخروج. الخميني يضيف تقية من نوع آخر، وهو الحرص على انقراض المذهب من الاندراس، وهذا في كتاب الحكم. لو سمح أنت الآن أخذت من وقتي والآن تريد أن تقاطعني. إذن من أسباب التقية الحرص على المذهب